السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكا ما بين العزة والذل مفيش اختيار، ما بين الكرامة والإهانة مفيش الاختيار. على طريق العزة لازم الاستمرار. زيكا للعرب يوم الوقار، يوم العزة ويوم الانتصار، يوم كله أمجاد، يوم فيه ضرب نار. قصص العرب قصص من نار ومن لهب، قصص تراب فيها التراب وفيها الذهب، قصص فيها الخيال وفيها العجب. قصص العرب أيام كانت وما زالت بتتحكي. قصص العرب استنوني في قصة جديدة من قصص العرب، قصة من التاريخ. استنوني لحظات وهرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكيت لكم أنا قبل كده الحلقة اللي فاتت عن النعمان، والنعمان راح لهاني بن شيبان. قلت لكم كسرى ما سابش النعمان بعد ما موته، لا عاوز ياخد اهله وناسه. نعمان جاب واحد اسمه اياس ابن قبيس الطائي. اياس ابن قبيس الطائي ده كان كبير العرب، يعني كان كسرى معينه قائد على العرب. قال له ابعت لي لهاني ابن مسعود وخد لي بنات النعمان والحاجه بتاعته منه. الياس بعت لهاني وقال له هاني انا مش عاوز اجيب لك جيش يدمر القبيله بتاعتك، ولا عاوزك تموت زي ما مات النعمان. قال له لا، اللي انت تقول لي اللي انا هموت، لا انا مش هموت، انا هموت بشرف وبكرامه، ولا اديك فلوس النعمان ولا بناته، وانت عربي وانا عربي وعارفين الكلام ده. الياس ما كانش عاجبه الكلام بتاع كسرى، بس كان بيعمل حاجه غصب عنه، يعني زي ما يقول لك ايه، انا عبد المأمور. راح قال لي كسرى الكلام ده. كان عندي كسرى مترجم، هو عربي بس مترجم ليه من الفارسيه للعرب ومن العرب للفارسيه. مين هو؟ عمرو بن عدي العابدي. عمرو بن عدي دي اخو مين؟ اخو زيد بن عدي العابدي اللي واشع النعمان. انا قلت لكم المره اللي فاتت ان اخوه ليه دور. عمرو ده كان شاعر، عمرو بن عدي كان شاعر وكان مترجم لهرمز الكسرى. بعدين قال له بص يا ملك، العرب دول لا مؤاخذه جرب، ما ينفعش معاهم الكلام دوت، ولا ينفع تقول له هات ودي. انت عاوز اذبح اقطع الجح، ده عرب جرب يا عم، انت هتستنى العرب دول يبقى لهم راي؟ قال له يعني من رايك يا عمرو كده؟ قال له ايوه انا من رايي كده. اجمع الناس كلها اللي معاك واطلع دبح. قال له يعني ادبح؟ قال له دبح. كان وهو قاعد في اللحظه دي عمك عمرو بن عدي دوا العربي كان قاعد وعمال يقوم كسرى. كسرى كان قاعد جنب واحد مين تاني تابع من العرب بس تابع ليه، اسمه نعمان ابن زرع. نعمان ابن زرع. نعمان ابن زرع ده من مين؟ من تغلب. من تغلب. ولاد عم مين تغلب دول؟ قلت لكم قبل كده ولاد عم بكر. ولاد عم بكر. نعمان ده ابن زرعه كان بيكره بكر وعاوز يموتها من على الدنيا، وهاني بن مسعود كان من بكر. النعمان بن زرعه قال له بص انا خدامك، هلم لك التغلبيين وهجي لك معاك. كسرى قال والله العظيم زي السكر، زي السكر. قال له انت معايا؟ قال له انا معاك، هلم التغلبيين وانا معاك وهندبع بكر وهاني وابن مسعود وناخد لك الحاجه. قال لي الياس، يا الياس انت تمسك 3000 واحد من
من العرب كلهم تحت امارته. جاب واحد اسمه خالد بن زيد وقال له انت معك مين؟ قال له انا معي قطاعه واياه، قبيلتين كده. قال له تمام التمام تمام التمام. عمك هاني سمع بالكلام ده، سمع بيه بالكلام ده. بعدين قال لبكر انا اعمل ايه يا بكر؟ قال له احنا معاك بس لف على العرب. لف على العرب كله، كل العرب قال له احنا معاك بس مش هنبقى معاك في السر، مش هنبقى معاك في العلن، هنبقى معاك في الباطن. اول ما تيجي تتعارك والمعركه تقوم والدنيا تسخن احنا هنطلع ونخون كسرى، او ما نحاربش جوي وكسرى ينهزم. قال لهم امين، قال لهم امين. لف على العرب كله قال له امين بس ما تقولش حد. لف على تميم ولف على طي ولف على ده. والياس نفسه كان موصل له الرساله دي، موصل له اللي انا مش عاوز احاربك، انت عربي زي انا مش عاوز احاربك. اللي كان وحش خالص النعمان بن زرعه اللي كانت تغلي بيه، وخالد ده برضه كان وحش اللي ماسك قضاعه. المهم راح لك عمك النعمان بن زرعه دول عند ود اخته اسمه عمرو دنك العجلي من وائل من بكر، وقال له يا ود اختي انا عاوز اقول لك نصيحه لله، انتوا كلكم متجمعين على هاني، وهاني ده ولا هيغني ولا هيديك فلوس ولا هيديك اي حاجه، سيبوه واخلعوا. ودي النعمان بن المنذر يعني عركه مش تبعكم خالص. قال لهم وفدوا نفسكم بدل ما تقعدوا في حرب ضد كسرى ويقطعكم وياخدكم اسرى وياخد من ستاتكم وياخد بناتكم وما تقوم لكمش قومه تاني. النعمان بن المنذر، النعمان بن زرعه قال الكلام دوه. قالوا له طب خلاص احنا هنرد عليك بالليل، ما نستنى كبيرنا يجي. مين كبيرهم ده؟ كبيرهم واحد اسمه حنظله ابن تغلبه ابن يسار العجلي. حنظله ابن تغلبه ابن سيار العجلي. دي بيحكوا له، قالوا له ده هو زرعه، قال لنا انا بحبكم وخايف عليكم وافدوا نفسكم وما تعرفوش كسرى. بعدين حنظله وقف كده قال لهم ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ بئس الراي اللي انتوا خدتوه، ايه اللي انتوا عملتوه؟ انتوا عيال صغيره، احنا نموت احسن ما يتقال علينا كده. قالوا له بس احنا مش كد كسرى. قال له لا، لو اجتمعنا مع بعض والعرب من هنا والعرب من هنا وهاني من هنا وهاني من هنا هنغلبهم. تمام التمام. اتلم العرب كله اللي مع هاني والعرب اللي مع كسرى هيخونوا، وجه في حته اسمها زيقار واحد من قبائل العرب، كبير من كبائل العرب، قال لهم بصوا الاسود بن شكير ابن شريك تقريبا، قال لهم ايه احنا مش هنطلع لهم، احنا هنتحامى في حاجات كده، نقف ورا حاجات زي دبشايه كده ونطلع لهم واحده واحده ونخونهم ونقف في حته، وهم طبعا مش هيستحملوا العطش والكلام ده. طبعا كسرى جه والعرب استخبى في حوالين الحتت دي وعمل خطط. طبعا طلعوا لهم العرب من هنا وهنا، والعرب اللي كان معاه مع كسرى خانوه. المهم العرب نزلوا قطيع في كسرى والناس اللي معاه. الياس ابن قبيصه هرب طار. النعمان بن المنذر جاي طار وراه واحد اسمه الاسود ابن بجير، طار وراه ومسكه وقال له انت اسيري مش هقتلك، انت اسيري هاخد منك فلوس. مسك خالد بن زيد اللي كان برضه وحش دوه، قتل واحد الاسود ابن شريك. والعرب في اللحظه دي انتصر بالصبر بالاراده وبالتفكير. ومنهم ناس طلعت من وائل، بعض ناس من بكر ووائل طار وراهم وموتوا الباقيين. وكان يوم عزه. طبعا الياس طار، وهو طار عشان نقول لكسرى
سمع ان كسرى جاي الايه كسرى قال اي حد هيجيب لي خبر الهزيمه هموته لو اتهزمنا. عمك الياس سمع الكلام ده، بعدين دخل على كسرى وهو فرحان ومبسوط. كسرى بيقول له ايه الاخبار؟ قال له خير 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 يا راجل. قال له بس قول لي ايه الاخبار؟ قال له انتصرنا وقطعنا لك هاني بن شيبان، مسعود بن مسعود ال شيبان، وقطعنا لك حنظله، وقطعنا لك بكر واللي معاهم وتميم. ما جبناش. قال له طب اقعد معايا يا ناس. قال له لا والله يا ملك، انا اخويا عينيه وجعاه في حته اسمها التمر، قبيله اسمها التمر. قال له عينيه وجعاه انا اروح ياها امشي وقال له طب خلاص روح. الياس راح ادى اخوه وخلع من كسرى. هو كسرى قاعد دخل عليه واحد فلحوص، عربي فلحوص زي العرب الفلاحيص اليمن دول. دخل عليه بعد كسرى بيقول له مش تبارك لي؟ قال له بارك لك عليه يا مولاي. قال له الراجل ده كان من الحيله. قال له مش تبارك لي؟ قال له ايوه بارك لك عليه يا مولاي. قال له تبارك لي على النصر على العرب. قال له نصر يا مولاي؟ ده انت اتهزمت والجيش كله اتهزم ومفيش حد عاش والحوار ده. كسرى الصدق يسكت؟ ما يسكتش. يقتل لك عمك الراجل ده اللي جاي. وقتل الراجل وكانت ذكار العزة بعد الانتصار، العزة والانتصار. ذكار رفعت راس العرب، كسرت كسرى وكسرت المرار. استنوني في قصة جديدة، ما تنسوش تدعموا القناة، لايكات وشير، وفعلوا الجرس. وانا بسلم عليكم حبايبي في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.